السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ايه الأخبار عاملين ايه؟ حبيت انقل لكم بس خبر حلو قوي امبارح يعني اتأكدنا خلاص الحمد لله ان المحكمة الدستورية رفضت التعديل على القانون بتاع الجنسية في البرتغال. وهنزل لكم دلوقتي الخبر برضو الخبر الرسمي. والصحف كمان البرتغالية قالت ان الموضوع ما بقاش فيه تعديل ولا 10 سنين ولا 7 سنين ولا الناطق باللغة البرتغالية ولا مش ناطق ولا اي حاجة. زي ما احنا كنا جايين وزي ما احنا كنا مسافرين يعني على البرتغال على هذا الوضع، هي 5 سنين مش 10 سنين ولا 7 ولا الكلام ده. تمام. فالقانون 5 سنين. الف مبروك للناس اللي معاها الاقامات والمفروض ان هم يطلبوا الجنسية يعني اتمنى اسكتوا بقى شوية. فالف مبروك. وهو خبر حلو قوي الحمد لله، اخيرا اخبار تشرح كده كويسه يعني، بعد المعاناه اللي عمالين نسمعها كل شويه، اخبار وتعديلات وحاجات غريبه كده. ف ده خبر كويس الحمد لله. فاي حد محتاج بقى يقدم على الجنسيه يحاول يقدم بدري بدري قبل ما حاجه تتعدل تاني، قبل ما حاجه تحصل تاني. ولو ما حدش لسه قدامه الوقت برضه يبقى مجهز نفسه ياخد الكورس بتاع اللغه اللي هو هم محتاجين ادويج اللي هو الليفل بتاع اللغه البرتغاليه، ولازم من مكان حكومي يا جماعه، عشان في ناس كتير بتروح تاخده في اماكن خاصه وما بي ما بيعترفش بيه. يعني لازم تكون في مكان حكومي، يعني جامعه حكوميه او مدرسه حكوميه او حاجه حكوميه عشان تقدر تقدم بيه على الجنسيه. تمام. اجراءات الجنسيه سهله جدا، كل الناس يعني الموضوع بسيط مش محتاج، هو اهم حاجه الشهاده بتاعت اللغه دي. فبالتوفيق جميعا، واي حد محتاج اي حاجه اكتب لي في الكومنتات. والحمد لله اخيرا يعني. يلا اشوفكم على خير. السلام عليكم.